معظم الديفلوبرز بيبقى عندهم عادة إن هم وهم شغالين بيعملوا بوش الكود بتاعهم على الجيت هاب أو أي فيرجن كنترول أكتر من كذا مرة في اليوم. فبيبقوا مستغربين لما بيسمعوا إن الأوبريشنز عندهم مشكلة إنهم يعملوا أوتوميشن للإنفراستراكشر، ودايما بيعملوا المهام بتاعتهم بطريقة يدوية. ففي الفيديو ده هنشرح إيه هو الأنسبل، وهنشوف استخدامات الأنسبل اللي حلها علشان نجاوب على تساؤل الديفلوبرز، وهنشوف مكونات الأنسبل، وهنشوف ليه دايما بننصح باستخدام الأنسبل في مهام معينة، وأخيرا هنقارن الأنسبل بالتولز اللي شبهه، وليه دايما الأنسبل بيبقى الاختيار الأول. فللي فيكم أول مرة يشوفني، أنا مصطفى مجدي وشغال كلاود اركتكت ريد هات. في بداية الكلام، الأنسبل هو عبارة عن أداة اوبن سورس أو اوبن سورس تول، واتطورت في البداية بواسطة شركة ريد هات، فهي أداة بتساعدنا نعمل اوتوميشن لمهام مختلفة في الاي تي. ففي جماعة منكم ممكن يقولوا يعني ايه هي مهام الاي تي، زي ايه مثلا؟ فتعالوا اديكم مثال نشرح فيه مهام الاي تي اللي الانسب اللي بيعمل لها اوتوميشن. فمثلا لو عندنا عشرات من السيرفرات وعندنا ابلكيشن متوزع على السيرفرات اللي عندنا، فيجوا جماعه الديفلوبرز يطوروا الابلكيشن ويقولوا احنا عايزين نطبق بقى ونعمل ابجريد للابلكيشن اللي موجود حاليا، وممكن الابلكيشنز دي تبقى شغاله على دوكر، والفيرجن اللي الدوكر اللي موجود حاليا محتاج يتعمل له ابديت. فده هيتطلب مننا ان احنا نعمل ريستارت للبروسيس معينه ونعمل كونفيجريشن الاوبريتنج سيستم بطريقه معينه، وممكن يتطلب ان احنا نعمل ريستارت للسيرفرات دي، وممكن كمان يبقى في شويه نتورك كونفيجريشنز على اجهزه النتورك زي الراوترز والسويتشز محتاجين نعملها. وممكن بعد ما نعمل المهام دي في مهام تانية بقى متكرره، زي مثلا ان احنا ناخد باك ابس من السيرفرات دي، او ان احنا نعمل تحديث لانظمه التشغيل اللي موجوده على السيرفرات دي. فمعظم المهام دي ممكن تاخد وقت وبتبقى محتاجه تركيز ودقه علشان ننفذها. فاللي كان بيحصل كالاتي: كان بيجي الاوبريشن تيم يعملوا اس اس اتش على السيرفر الاولاني ويعملوا الكونفيجريشن المطلوبه، وبعد ما يخلصوا يخشوا على السيرفر الثاني ويعيدوا نفس الخطوات، وهكذا لحد لما يخلصوا المهام دي كلها على السيرفرات اللي موجوده. ويا سلام بقى لو الخطوات دي جواها خطوات تانية لازم تتنفذ، ولازم تبقى فاكر بالظبط ايه اللي انت عملته علشان ما يحصلش مشكله في الكونفيجريشن. فانا عن نفسي كنت بكتب الكلام ده في ورقه على جنب علشان ما انساش انا عملت ايه، وبالامانه يعني ده ما كانش حل عملي خالص، وزي ما قلت كان الموضوع ده بياخد وقت وجهد كبير. فجه الانسبل وحل المشاكل دي ويسهل علينا الحياه شويه عشان نقدر نطبق المهام دي بطريقة سريعة وفعالة. والأنسبل حل المشاكل دي في 4 نقط. أولًا، أنا ما بقيتش محتاج أخش على السيرفرات اللي عندي دي واحد واحد وأعمل المهام دي على كل سيرفر بنفسي، فالحل بقينا نعمل المهام دي من على جهاز واحد أو سيرفر واحد، وهو اللي بيبقى مسؤول إنه يروح يطبق المهام دي كلها. ثانيًا، كل اللي بقينا محتاجين نعمله إن إحنا نكتب المهام اللي إحنا عايزين نعملها، سواء بقى هاعمل update أو install أو configuration لأي حاجة على السيرفرات دي من خلال فايل واحد اسمه اليامل فايل، وده يخلّينا إن إحنا ما نعملش المهام بطريقة يدوية، أو إننا نعمل سكريبتات لكل مهمة من دول وأروح أطبّقها على كل سيرفر. تالت نقطة، المشكلة الأكبر كانت بتبقى لو أنا عندي أكتر من كذا environment زي مثلًا production وdevelopment وstaging، فكنا بنروح نطبّق نفس الخطوات دي تاني على كل environment. فاللي بقى يحصل بنفس اليامل فايل اللي أنا عملته اللي هو فيه الخطوات اللي أنا محتاج أعملها، ممكن أشغّله على أكتر من كذا environment علشان ينفّذ نفس المهام. طبيعًا إن إحنا بني آدمين وممكن نعمل غلطات عادي، فممكن على server أعمل مهام بطريقة معيّنة وعلى الserver اللي بعده أنسى حاجة صغيّرة، أو أكتب حرف زيادة أو أنسى خطوة، ممكن مشكلة تحصل. فده برضه ما بقاش موجود لإننا بنكتب المهام دي في file واحد مرّة واحدة، وهانفّذ الfile ده على أكتر من كذا server. فبقينا متأكدين إن اللي اتكتب في الفايل ده هو اللي هيتنفذ على كل السيرفرات اللي عندي. ييجي واحد ويقول لي: طيب كل اللي أنت اتكلمت فيه ده مصطفى تمام، بس أنا لسه عندي مشكلة إن أنا لو عندي سيرفرات كتير زي ما بتقول هابقى لازم أعمل install للأنسبل ده على كل السيرفرات اللي عندي، وكده أنا باحط على نفسي خطوات زيادة وباعقد الدنيا على نفسي. فهاجي أقول له: لأ يا أصدقائي، لأن الأنسبل agentless. فباختصار كل اللي أنت محتاج يبقى عندك control machine أو جهاز تحكم، وده ممكن يكون اللابتوب بتاعك، ويكون الشرط إن الكنترول ماشين دي بتعرف تتواصل مع التارجت سيرفرز أو السيرفرات اللي أنت عايز تعمل عليها الأوتوميشن، ومش محتاج تنزل أي حاجة على السيرفرات دي. فاللي أنتوا بتتكلموا عليه ده لو التول بتاعتي شغالة بالايجنت، ساعتها هابقى مجبر أنزل على كل سيرفر ايجنت عشان أعرف أتواصل مع الكنترول ماشين بتاعتي. لكن في الانسبل أنا مش محتاج ده.
لان ببساطه كل اللي الانسبل هيعمله هيروح يعمل SSH على السيرفرز دي وينفذ المهام اللي موجوده في اليامل فايل اللي حضراتكم كتبتوه. تعالوا بقى نشوف الانسبل بيشتغل ازاي عشان نفهم اكتر المهام دي بتتنفذ ازاي. فالانسبل بيشتغل بحاجه اسمها الموديولز، والموديولز ممكن نعتبرها برامج صغيره بتنفذ مهام معينه. فالانسبل بيبعت الموديولز او البرامج دي على السيرفرات، فالبرامج دي تتنفذ المهمه اللي مطلوبه منها، زي انها تعمل انستول لابلكيشن او تعمل كونفيجريشن لابلكيشن او حتى تعمل ابديت لابلكيشن الى اخره. وبعد ما تنفذ المهمه المطلوبه بكل بساطه الانسبل هيشيل البرنامج الصغير ده اللي بعته للسيرفرات. فتاني الموديولز دي تعتبر زي برامج صغيره بتنفذ مهمه واحده محدده صغيره. فممكن يبقى عندنا موديول عشان ينسخ الملفات، وموديول تاني علشان يعمل انستول لابلكيشن، وموديول تاني يشغل عمليات الابلكيشن، وموديول تاني علشان يعمل انستول للكونتينرز، وموديول تاني علشان يعدل في الكونفيجريشن فايل. فكل دي مهام محدده بيتم ترجمتها في الانسبل لموديول. والانسبل فيه مئات الموديولز اللي بتنفذ مهام محدده، وممكن تعرفوا كل الموديولز اللي موجوده في الانسبل من خلال الدوكيومنتيشن الخاصه بالانسبل. فباختصار كل مهام الاي تي او الديف اوبس او الكلاود اللي احنا بنبقى عايزين نعملها ليها موديول في الانسبل. وقلنا الانسبل بيستخدم فايل علشان ينفذ المهام اللي بنقول عليها دي، ودي من المميزات اللي بيتميز بيها الانسبل عن بقيه الادوات اللي بتعمل نفس المهمه. واللي يعمل فايل بنقول عليه ده اسمه بلاي بوك، والبلاي بوك ده بيتكتب بلغه اليامل. فالميزه هنا ان احنا مش محتاجين نتعلم لغات برمجه معينه للانسبل، واليامل لانجوج دي لغه ببساطه هي تسلسل بيانات بشكل قابل للقراءه البشريه. ولو عايزين نعمل فيديو عن اليامل ممكن تكتبوا لي في الكومنتس تحت. فتعالوا نشوف شويه امثله ازاي بنستخدم الموديولز في اليامل فايل بتاعنا. ففي المثال اللي قدامنا هنا احنا بنستخدم الجينكنز موديول علشان ننفذ مهام معينه. فمثلا هنا احنا بنعمل كرييت للجوب وبنعملها ديليت. او ممكن نستخدم الدوكر موديول مثلا في المثال ده اللي احنا هنا بنعمل كرييت لكونتينر وبعد كده بنعمل ستارت ونطبق نتورك كونفيجريشن للكونتينر بتاعنا. فزي ما قلنا ان الموديولز اللي بتبقى موجوده في الانسبل بتنفذ مهمه واحده محدده. طب لو انا عايز اعمل كونفيجريشن معقده المفروض اعمل ايه بقى؟ هنا ساعتها بنستخدم الموديولز اللي عندنا علشان نطبق المهام المعقده كلها، وممكن نستخدم اكتر من كذا موديول في نفس البلاي بوك. وده بيحصل عادي بس بنستخدمها بترتيب معين علشان ننفذ المهام اللي احنا عايزين نعملها. والبلاي بوك بتاعنا بيبقى مكون من كذا تاسك، والتاسك هي عباره عن المهمه اللي هتتنفذ، وكل تاسك بيبقى فيها مجموعه من الموديولز، وكل موديول بيبقى فيه شويه arguments، ودي بتقول للبرنامج بتاعنا او الموديول بتاعنا هيتنفذ ازاي. وكل موديول بنحط له زي ديسكريبشن او شرح ايه اللي هينفذه. زي المثال اللي قدامنا كده عندي بلاي بوك فيه 3 تاسكات. التاسك الاولانيه هتعمل كرييت يوزر، والتاسك الثانيه هتغير الباسورد، والتاسك الثالثه هنضيف اليوزر بتاعنا لجروب معين، وكل ده باستخدام الموديول اللي اسمه يوزر. وبعد ما اتكلمنا ترتيب المهام اللي الانسبل هينفذها لازم هقول للانسبل هيطبق المهام دي فين او هتتنفذ على انهي سيرفرات، وده بنعرفه في البلاي بوك بتاعنا من عن طريق الاتريبيوت اللي اسمه هوستس. ففي المثال بتاعنا انا هنا بقول انا هنفذ المهام دي على هوست اسمها staging، واكيد لازم نعرف مين اليوزر اللي هينفذ المهام دي. ففي المثال بتاعي مثلا انا بقول ان الروت يوزر هو اللي هينفذ المهام دي. الحاجه المهمه بقى اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل البلاي بوك بتاعنا حاجه اسمها الاندنتيشن او المسافات التعريفيه. فزي ما اليامل سهل استخدامه بس هو صارم جدا باستخدام الاندنتيشن علشان يعرف يفهم الاتريبيوت اللي احنا معرفينه يبص انهي تاسك وانهي موديل علشان يعرف ينفذ المهمه صح. برضه هيجي واحد يقول لي طب يا مصطفى انت كاتب في الهوست ستيجنج، وهو هيعرف منين الستيجنج دول انهي سيرفرات على اي اساس؟ وده سؤال حلو جدا، وهنا يجي دور فايل جديد اسمه الانفنتوري او الانسبل انفنتوري ليست. والانسبل انفنتوري ليست بنعرف فيه ليست او مجموعه السيرفرات اللي انا هشتغل عليها او هطبق عليها المهام اللي موجوده في البلاي بوك اللي انا عامله، وبيكون شكله زي ما هو موضح في المثال اللي قدامنا كده. وممكن في الفايل ده نعرف السيرفرز يا اما بالهوست نيم او بالاي بي، وممكن نجمع سيرفرات تحت جروب واحد زي مثلا staging production علشان نبقى عارفين نطبق المهام دي على مجموعة سيرفرات معينة موجودة في الانفنتوري فايل. مش لازم اطبق المهام على كل السيرفرات اللي في الفايل ده. طيب لحد دلوقتي الكلام ده حلو قوي، بس انا سمعت عن حاجة اسمها انسبل تاور. هو ايه الفرق ما بين الانسبل والانسبل تاور، او زي ما بيتقال عليه انسبل اوتوميشن بلاتفورم؟
فيا أصدقائي الأنسبل أوتوميشن بلاتفورم هو سولوشن مقدم من ريد هات، بيبقى فيه داشبورد وبيبقى فيه مؤشرات عن البلاي بوكس واستخدمت ازاي، وبيسهل استخدام البلاي بوكس لأنه بيبقى حل مركزي متخزن فيه البلاي بوكس بتاعتنا. وكمان بيعمل انتجريشن مع الفيرجن كنترول سيستمز علشان نعرف ندير البلاي بوكس بتاعتنا من مكان واحد، وبيسهل التعاون ما بين الأفراد أو التيمز وبعضها. وبنقدر كمان نظبط صلاحيات مين يقدر يستخدم إيه أو مين يقدر يعدل في البلاي بوكس، ومميزات تانية كتير. فممكن تخشوا على اللينك اللي أنا هابقى حاطه تحت علشان تعرفوا أكتر عن الأنسبل أوتوميشن بلاتفورم. تعالوا بقى نقارن الأنسبل بالتولز التانية اللي بتعمل نفس المهام. في تولز كتير بس الأشهر هو البابت والشيف. فليه دايما الكفة اللي بيبقى فيها الأنسبل بتكسب عن استخدام التولز التانية؟ لأن زي ما قلنا الأنسبل بيستخدم يعمل فايلز سهلة مش محتاجة جهد أو تعلم لغة برمجة محددة علشان نستخدم الأنسبل، على عكس البابت والشيف محتاجين نتعلم روبي. تاني حاجة زي ما قلنا إن الأنسبل ايجنتلس، إن إحنا مش محتاجين أي خطوات زيادة نعملها على السيرفرات اللي أنا عايز أطبق عليها مهام معينة، على عكس البابت والشيف إن أنا بابقى محتاج أعمل انستول لagents على السيرفرز اللي أنا محتاج أنفذ عليها المهام بتاعتي. وأخيرا الأنسبل مرن جدا في الاستخدام علشان مكتبات اللايبرز اللي موجودة واللي بيقدر يدعمها، على عكس البابت والشيف. ممكن أعمل كل حاجة زي الأنسبل، بس تاني هيتطلب مني أكون عارف روبي علشان أقدر أنفذ نفس المهام اللي الأنسبل هيعملها بالموديولز الجاهزة. طب حلو جدا، كده الأنسبل مسؤول إنه يعمل تطبيق للconfiguration على نظم التشغيل سواء كانت موجودة على virtual machine أو على الcloud، أو حتى إذا كانت السيرفرات موجودة عندي في المؤسسة. طب أنا بقى لو عايز أطبق السيرفرات دي أو أعمل حاجة اسمها الinfrastructure setup، فممكن تشوفوا الفيديو ده اللي بيتكلم على التيرافورم وإزاي بنقدر نعمل automation للبنية التحتية. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.